ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ في الفيديو ده انا جاي احكي لكم عن تجربتي مع بديل الزيت الترا دو من جارنيه. تعالوا نشوفه كده ونحكي مع بعض ونشوف التجربه والنصيحه في نهايه الفيديو. ده بديل الزيت من الترا دو. وعلى فكره اول ميزه عشان تبقوا عارفين، ده بعد تجربتي للبديل الزيت دوت لمده 3 شهور تقريبا، لان انا شعري قصير فما بس مش بستهلك الكريم كتير. فيعني ما زالت حتى العبوه موجوده معايا مكمله، اللي هي 300 مللي. طيب، الترا دو ده بديل الزيت. اول حاجه لازم تكونوا عارفينها ان هو مش بينشف الشعر زي احنا عارفين بديل الزيت من بانتين. او اول حاجه شفناها ان هو كان وما زال بيجمد الشعر وبيثبته. اللي بيدور على تثبيت للشعر، الترا دو بديل الزيت ما هواش مثبت للشعر، ولكن هو قايم على فكره التغذيه. الترا دو زيت الافوكادو وزبدة الشيا للشعر الشديد الجفاف والمجعد. تمام. اول حاجه لازم أو احكي لكم عنها. انا شعري الى حد ما يعني لولبي كده شويه، فيعني مش مجعد، بس يعني ايه، في سنه كده ايه كسره وكده. فهو مش بيعالج الحكايه دي، ولكن بيحاول يقلل شويه ظهور فكره التجعيد في الشعر من الانسيابيه اللي هو بيعملها. لازم تكونوا عارفين طريقة الاستخدام. هنا هم كاتبينها عشان خاطر تفضل تستخدم الكريم ده بشكل مستمر. يعني بيقول لك قبل غسيل الشعر، قبل غسيل الشعر لتغذية مكثفة وتصبح ألياف الشعر ناعمة، ضع كمية كبيرة على الشعر الجاف واتركيه قدر ما تشائين ثم اغسليه بالشامبو. يعني هنا عايز ان الواحدة مثلا تستخدم، او اي واحد يستخدم الكريم مجموع كميه كبيره من الكريم على الشعر الناشف قبل غسيل الشعر. تمام. وبعدين بيتغسل بالشامبو، وبعد غسيل الشعر بالشامبو يستخدم برضو كميه تاني عشان يحميه من ضرر العوامل الخارجيه، يعني الحراره والجو والاتربه والكلام ده كله. كميه بقى صغيره من الكريم على طول الشعر المبلل حتى اطرافه، ودلكيه فيساعد على التخلص من التشابك ويصبح شعرك ناعم وسهل التمليس. اللمسة الأخيرة كرري ذلك كل يوم لإضافة اللمعان والنعومة لتسريحة شعرك. تمام يا جماعة. بعد استعمال تتحسن نوعية شعرك. هو مش معالج عشان الناس اللي فاكرة ان بيبقى الحاجات ديت معالجة، او ان الكريم ده بيعالج شعر معين. لا يا جماعة، هو مش بيعالج. هو كل حكاية ان هيحافظ على شعرك لفترة طويلة. واهم ميزة ان هو المنتج دوت خالي من البرابين. مادة البرابين طبعا احنا عارفين ان هي غير مستحبة وغير مسموح بيها حاليا في منتجات العناية بالجسم ومنتجات العناية بالشعر. فالترا دو دوت من المنتجات اللي هو خالي من البرابين. الصناعة يا جماعة، الصناعة دوت صنع في فرنسا، صمم في فرنسا، صنع في مصر. يعني ده صناعة مصري. اجيبه منين بقى او نجيبه منين والكلام ده كله، لان ناس كتير بتسالني طب اجيبه منين المنتج دوت او الكريم دوت. الترا دو من الحاجات، او جرنيه يا جماعه، من المنتجات الخطيره جدا، من الحاجات الجميله جدا بصراحه، اللي انا معجب شخصيا بيها وبالمنتجات بتاعتها. روعه في الجمال، فيها يعني خامات فعلا بتبان في الاستخدام بتاعتها. فانا بنصح بمنتجات جارنيه او عموما، او الالترا دو بديل الزيت، او المجموعه كامله. وكنت عملت عليها فيديو من البدايه، يمكن اول فيديو ليا على القناه ديت كان هو مجموعه الترا دو للحاجات ديت، او للمجموعه ديت اللي هو بديل الزيت والبلسم والشامبو بتاعها. بالحاجات الروعه في الجمال. هنلاقيها فين؟ هنلاقيها ممكن في كارفور، ممكن نلاقيها في الهايبر الماركت الكبير، او في الصيدليات برضو الكبيرة. بس كده خلاص، ده اللي كنت عايز اشارككم معايا في الفيديو ده. شكرا لكم، والسلام عليكم.